ولكن التسرع والتوتر وفقدان التركيز. انريكي صنع هوية وصنع شخصية للباريسيين ما عجز عنه الخليفي بالأموال الطائلة يحله بالتفكير والتكتيك. باريس سان جيرمان الناجح والمسيطر والمستولي محليا في السابق أصبح الآن ناجحا ومسيطرا ومستوليا في أوروبا آخر موسمين. اليوم يصل للنهائي الثاني على التوالي في البطولة، والموسم الماضي توج فيها لأول مرة في تاريخه، وهذا كله يعود لفضل أنريكي والعمل الذي قام به منذ وصوله. فريق كامل متكامل، عقل مدرب حاضر، لاعبين أصحاب جودة عالية موجود، توازن هجومي ودفاعي كمان موجود، حارس مرمى يقدم مستويات كبيرة كمان موجود. لهيك كل اللي بيعيشه باريس سان جيرمان هو نتيجة تخطيط ومشروع بدأ هدفه البروز واحتلال الساحة في أوروبا، والمشروع يسير كما هو مخطط له. باريس يقترب من تحقيق اللقب الثاني له توليا في البطولة، بالإضافة لألقاب المحلية المستمرة. بايرن ميونخ ودع ولكن برأس مرفوع. البافاري بقيادة كومباني قدم نفسه هذا الموسم على أنه أحد أقوى وأفضل الأندية الهجومية في أوروبا، ولكن اليوم خصوصا البايرن عجز عن التهديف طيلة وقت المباراة الأصلي لمحاولة رفع المعنويات وقلب الموازين، ولكن التسرع والتوتر وفقدان التركيز جعل المعضلة ظاهرة بقوة. لاعبين البايرن على غير العادة يتصرفوا برعونة وبطريقة يتم فيها اتخاذ القرارات بشكل خاطئ وغريب. صح كومباني يفتقد الخبرة بمثل هيك نوع من المباريات، ولكن الجودة اللي يمتلكها قادرة تصنع الفارق بشكل فردي. بس أوليس غائب ذهنيا، ودياز مو نفس دياز مباراة الذهاب، ولكن يعود سبب مشاهدة البايرن بهذا الشكل لقوة البي اس جي. ولهذا النادي الفرنسي استحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة أرسنال في بودابست. وهذا كان رأيي، والآن حاب اسمع رأيك تحت في التعليقات. حط لي لايك للفيديو، ولا تنسى انه اشتراك بالقناة مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا. سلام.